اولا فيما يتعلق بالسؤال الثاني كنفضل انني ما نخوضش في هاد الاشياء. كنفضل انني نبقى مركز على المقابله وعلى الاسئله اللي كتعلق بالمقابله ديال غدا، هو الشيء اللي نبغي نبقى مركز عليه. فيما يتعلق بالسؤال الثاني على الطريقه كيفاش غادي نخوضوا المقابله ضد المنتخب السوري، بكل صراحه حنا راكم نتوما دابا وليتوا عارفيننا كيفاش كنشوفوا الاشياء وكيفاش كنتعاملوا، وهذه اشياء نابعه كذلك من شوف كره القدم راه انا تنقول دائما واحد تجربه متواضعه ديال تقريبا 15 سنه في الدوريات الاوروبيه وفي اعلى مستوى. ودابا الان ما يقارب تقريبا 15 سنه كذلك في التدريب. كره القدم هي حقيقه يعني تربيه. كره القدم هي حياه. كرة القدم كتعطيك دروس للحياة، ماشي مجرد لعبة، عندها أبعاد كثيرة. ومن بين الأشياء اللي تربينا عليها من خلال هاد السنين هذه هو أننا نكونوا متواضعين، هو أننا نحترموا المنافسين، هو أننا نعطيو الحق لجمهورنا اللي كينتظرنا، نكونوا عند حسن الظن، وأننا نكونوا تنافسيين، وأننا ما نرضاوش بالهزيمة. فكرة القدم يعني عندها أبعاد كثيرة وهي مدرسة ديال الحياة. لهذا فكما قلت لكم نتوما راه كلكم عارفين كيفاش كنشوفوا الأمور، كيفاش كنتعاملوا مع الأمور بكل تواضع. كنحترموا جميع المنافسين بما فيهم المنافس اللي غادي يكون منافس قوي للمقابلة ديال الغد، وغادي نديروا جميع ما يلزم من أجل الظفر بالمقابلة. كذا حقيقة أن المقابلة كتربح بأشياء كثيرة، منها كذلك الذكاء، ومنها التعامل مع مجريات المقابلة، مع لي طون فور مع لي طون فيبل. ما كاينش شي فريق كيلعب 90 دقيقة غير في لو طون فور ديالو، أو شي فريق كيلعب 90 دقيقة غير في لو طون فيبل ديالو. خصنا نتعاملوا مع بجوج ديال المعطيات. لكن عندي الثقة الكاملة إن شاء الله الرحمن الرحيم اللاعبين اللي كذلك عندهم من تجربة ما يكفي، عندهم من إمكانيات ما يكفي، عندهم كذلك من الروح الوطنية ما يكفي، باش أننا نكومبونسيو النقص اللي عندنا في لاعبين كثار اللي ما معناش، وباش أننا نديروا مقابلة إن شاء الله كبيرة تليق بكرة القدم الوطنية، وندوزوا للدور الموالي إن شاء الله. شكرا. فكل حاجة ممكنة، يعني نقدر نقول لك إلا قلت لك كيفاش هذه اللعبة والتشكيلة اللي غندخل بها، فراه بحال هذا سؤال ديال سوري ماشي ديال مغربي. لا يعني كان بكل صراحة يعني المدرب تيبقى يكون عنده قناعات وكيكونوا مستجدات اللي كتعطيهم كذلك المقابلات اللي كيتلعبوا في منافسات من هذا الحجم. ودائما المدرب كيحاول دائما يفكر كذلك على افضل ديسبوزيتيف ممكن يلعب به، وافضل تشكيله كذلك اختيارات ممكن يقوم بها من اجل ان يحد من الخطوره ديال الفريق الخصم، ويستغل لو ماكسيموم السلبيات ديال الفريق الخصم، لا قبل المقابله ولا بوندون المقابله. فكنتمنى من الله باش ربي يوفقنا ونديروا الاختيارات اللي تعطينا لي 3 بوان ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا. نبي سؤال حق الكابتن صلاح. شكرا على السؤال ديالك. نتوما كتعرفوا بان حنا اول وحدين كنكونوا نبغيو المنتخب الوطني يفوز، من كذلك يؤدي بطريقه جيده. انا تنقول دائما ان الجمهور المغربي احسن جمهور في العالم، جمهور ذواق، جمهور راقي، جمهور تيعرف كرة القدم، وجمهور تيبغي النتائج وكيبغي الفرجة. بكل صراحة يعني اولا المنافسين قويين بكل صراحة، مقابلات ماشي سهلة. كرة القدم الحديثة ما بقاش كتعترف بمنتخب صغير او منتخب كبير، هذه حقيقة كتبين عليها كذلك هذه المنافسة هذه. إلا غادي نمشي لصلب الموضوع باش نجاوبك على السؤال، غادي نجاوبك بأن المنتخب
السعودي الوقت فاش غير 5 لاعبين او 6 لاعبين انهزم، وهذا منتخب اللي سنين هو كيخدم مع بعضياته، معهم مدرب سنين هو معهم، عندهم اوتوماتيزمات ديالهم وعندهم اشياء كثيره ديالهم، ومنتخب اللي مؤهل لكاس العالم. حنا عندنا لاعبين ناقصين باش يمكن يكون لو كوتي اوفونسيف، راه خصنا باش يكون افضل مع هاد اللاعبين اللي عندنا مشكورين كثير على المجهودات اللي كيقوموا بها، لا زحزوح ولا بركاوي ولا تيسودالي ولا اللاعبين اللي كاينين في خط الهجوم. كنا كنمنيو النفس لو كانوا معاهم مهري، وكان معاهم مليوي، وكان معاهم بن شرقي، هادو راه لاعبين مؤثرين ومكثرين كثير. كان يكون عندنا اوراق اخرى باش اننا سور لو بلون فونسيف. وهادو لاعبين كذلك اللي خدمنا معاهم، واخا الخدمه كانت عندنا قليله بزاف، خدمنا فقط 2 ديال لي كونسونطراسيون، ولكن خدموا معنا. فاش خدموا معنا درنا شي حاجه ولو قليله سور لو بلون لانيماسيون اوفونسيف. فكنظن على انه يمكن باش يمكننا اننا نلعبوا بالطريقه اللي كتبغي الجمهور المغربي واللي حتى حنا كنبغيو، راه حنا هذا من الاشياء اللي مصعبه علينا الامور. فلقينا راسنا اننا كنتادابطاو، اننا كنديروا اون ادابتاسيون، اننا كنلعبوا بلاعبين يعني منقوصين كذلك. انتم شفتوا بان حتى اللاعب حمد الله مشى لنا بالكارطون روج المقابله اللي فاتت، مع ازارو ما كانش المقابله اللي فاتت. فكنظن على انه يعني حنا لاعبين منقوصين كذلك من لاعبين اللي كثار، خصوصا في خط الهجوم. هذا اللي كيجعل انه يمكن، وهاد اللاعبين هادو يعني لاعبين اللي كذلك بدي بروفيل ديفيرون. كما كتعرفوا القيمه ديال اللاعب بن شرقي كيمكن له يدير لك لا ديفيرونس ولو ديزيكيليبر في الخط الدفاعي ديال الفريق الخصم بكل سهوله. لاعب مهري بان بروفيل تري ديفيرون اللي يمكن له كذلك ياخذ لا بروفوندور وبين عليها في الشان وكيبين عليها مع بركان. لاعب المليوي راكم عارفين القيمه ديالو في خط الهجوم والتحركات ديالو. فما كنقولش هادو اللاعبين افضل من اللاعبين الاخرين باش ما تفهمنيش غلط، ولكن كنقول بان لو كان متوفرين عندنا هاد اللاعبين اللي خدمنا معاهم ولو العمل كان قليل، ولكن كان الحمد لله يعني جعلنا اننا نديروا واحد لانيماسيون فونسيف ديالنا اللي يمكن لها تعطينا واحد الوجه اخر. لو كانوا هاد اللاعبين مع اللاعبين اللي متوفرين كانت تكون كره اخرى من الناحيه الهجوميه. مي كنحاولوا اننا نتطوروا من مقابله بعد مقابله. ما تنساوش بان كيف ما سبق لي وذكرت، المقابله الاولى راه كانوا اول لاعبين لعبوا بعضياتهم، اول مره كيلعبوا مع بعضياتهم، لاعب البركاوي واللاعب بولكسوت. المقابله الاولى اول مقابله كيلعبوا بعضياتهم. ان حتى في لا جيستيون كيفاش جارينا داك لي دو كونسونطراسيون، راه كنا كنديروا لاعبين في المقابلات الحبيه اللي درنا 2 مقابلات، وكنا في واحد لو كونتران ديال خصنا نديروا واحد المنتخب اللي غادي يلعب مقابله ماشي افضل توليفه، ولكن التوليفه مقارنه مع لاعبين اللي غادي نتلقاوهم يمشيو يشاركوا في لا تشامبيونز ليغ. فلقينا بان لاعبين اللي واخا لعبوا لا كونسونطراسيون، درنا دي 2 كونسونطراسيون اللي مره واحده اخرى هما قلال مقارنه مع المنتخب مثلا مره واحده اخرى ديال السعوديه اللي شحال من سيونس عندهم وشحال من مقابله حبيه ورسميه عندهم. ولقينا راسنا في المقابله الاولى والثانيه كاين لاعبين اللي اول مره كيلعبوا مع بعضياتهم. لاعب مثلا نتذكر بان مثلا البركاوي مع اللاعب كان كيلعب مع اللاعب منعوت، ما عمر في داك لي دو كونسونطراسيون بركاوي لعب مع بولكسوت، ولقاو راسهم في مقابله رسميه. وعلينا اننا نلقاو الحلول، هادشي عارفينه، علينا اننا ننتصروا، علينا اننا نكونوا عند حسن الظن. نتمنى من الله اننا نكونوا عند حسن ظنكم وعند حسن ظن الجمهور الراقي والذواق. بالنسبه للاستعدادات ديال المقابله ديال الغد، فاستعدادات كجميع المقابلات اللي خدناها من قبل، تجري استعدادات في واحد الاجواء طيبه كتير، فيها واحد الروح ديال الاسره، ديال التضامن، روح ديال المسؤوليه، ديال الجديه، وباحترافيه عاليه. نعرفوا بان المقابله ديال غدا ضد منتخب محترم، منتخب السوري، ما تكونش مقابله سهله، ومقابله اللي خلال الانتصار كتمرك النصف النهائي. كنظن هنا كتكمل الاهميه ديال المقابله. نظن ان الكل واعي بالمسؤوليه ديالو، كل واعي بالاهميه ديال هذه المقابله. ان شاء الله الرحمن الرحيم نديروا ما بجهدنا
واكثر من اجل الظفر بالفوز ان شاء الله الرحمن الرحيم.